ما شفتش الكارثة اللي هتحصل في مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاث اللي جاي؟ لو ما شفتش خليك معايا لآخر الفيديو. الإعلامي محمد سعيد إعلامي قناة النادي الأهلي بيقول لك هناك ضغط إعلامي من الجبلية في الساعات المقبلة لعدم إتمام تعيين الطاقم الأوروبي الذي تم اختياره بسبب عدم رغبة اتحاد الكرة تحمل خزينة الجبلية تكاليف الطاقم الأجنبي. ولا يوجد في مصر الآن حكام دوليين سوى محمود ناجي ومحمود بسيوني بعد سفر 10 حكام لكوت ديفوار وتونس خلال توقيت القمه. ده معناه يا جماعه ان بنسبه كبيره جدا مباراه الاهلي والزمالك يوم الثلاث اللي جاي هتتلعب بتحكيم مصري. وطالما يا جدعان التحكيم المصري هو اللي هيحكم مباراه القمه، انا كده ضمنت 100% ان النادي الاهلي مش هيكسب المباراه دي، سواء كان الحكم محمود ناجي او محمود بسيوني. محمود ناجي مش هيعرف يحكم المباراه ديت علشان محمود ناجي يحكم اخر مباراه للنادي الاهلي في الدوري، مباراه طلائع الجيش، فبنسبه كبيره محمود بسيوني هيبقى الحكم. ده معناه ان النادي الاهلي خسر المباراه من قبل ما يلعبها، ولازم مجلس اداره النادي الاهلي يتدخل بسرعه عشان يجيب طاقم تحكيم اجنبي، ده لو عايز يحافظ على بطوله الدوري. كارثه حرفيا.